ازيكم حبايب قلبي؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. طبعا وحشتوني كتير كتير. انا عارفه ان احنا متاخرين عليكم والله في الفيديوهات، بس معلش سامحوني، احنا مشغولين شويه كده. احب اقول لكم بقى كل سنه وانتم طيبين. وعايزه اقول لكم اخر فيديو نزل لكم لما ابو جنى نزل لكم بقى الديكور بتاع رمضان وعمل لنا الزينه. طبعا يا جماعه لازم بنفرح اولادنا، لازم نعمل اي حاجه. على فكره ان احنا نحط زينه في البيت او نحط الحاجات ديت اصلا بناخد عليها كمان ثواب، ان انت يعني بتبين فرحتك برمضان او كده. بس للاسف رمضان طالع يجري، ما حسناش بيه خالص خالص خالص. النهارده يا جماعه يعني خلاص فاضل اقل من اسبوع والعيد ان شاء الله يوم الجمعه الجايه. وكل سنه وانتم طيبين ويا رب كده فرحانين، ويكون رمضان كده السنه دي كده جاي بالخير على كل الناس يا رب كده. فانا بقى مش عايزه اطول عليكم، بس ما تنسوش بقى يا جماعه تشتركوا لنا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. لايكات يا جماعه عشان تشجعونا كده نعمل لكم فيديوهات حلوه كتير. فانا النهارده بقى طالعه لكم بفيديو. انتوا عارفين بقى لازم نفرح الاولاد، ان احنا نعمل كحك ونعمل بسكويت ونعمل الحاجات الحلوه دي بتاعت رمضان. فانا النهارده حبيت اوريكم بقى. ناس كتير كتبت لي في التعليقات عايزين طريقه الكحك يا ام جنى، عايزين طريقه الكحك. فانا طبعا النهارده جايه اجيب لكم بقى المقادير واجيب لكم الحاجات والتفاصيل. هتشوفونا النهارده احنا بنعمل لكم الكحك، ويا رب ان شاء الله يعجبكم. وعايزه اقول لكم بقى يعني احنا ان شاء الله الفتره اللي جايه عندنا مفاجآت جامده جدا جدا. تابعوا معانا يا جماعه، تابعونا لان في مفاجآت يعني هتعجبكم جدا. بس انا مش عايزه احرق المفاجاه بقى، وهقول لكم النهارده بقى مقاديرنا ايه وهنعمل الكحك ازاي وهنشوف ايه النهارده مع بعض اهو. فانا اوريكم اهوت. بصوا يا حبايب قلبي، طبعا ناس كتير عايزه تعمل مقادير الكحك وكده. عايزين نعرف اولا انا بشتري الدقيق يكون مخصص للمعجنات، علشان خاطر يا جماعه في انواع دقيق بره بتبقى مش حلوه، فلازم نشتري حاجه موثوق بيها. وانا بحب نوع الدقيق ده جدا. ماشي، ده الكيس يا جماعه اهوت. انا هعمل النهارده مقادير 2 كيلو ما شاء الله اهوت دقيق نضيف كده وفاخر. هعمل لكم بسمنه فرن النهارده، حابين نجربها مع بعض. برضه هحط منها خليط مع السمنه البلدي من ده على ده يا جماعه. فانا ان شاء الله برضه هوريكم السمسم بقى يا جماعه. بصوا انا جايباه اللي هو المتحمص جاهز، بس برضه لازم هديله تشويحه كده علشان يبقى هو برضه طازه كده ومحمص وحلو جدا. كمان بناخد معانا بقى يعني خليط من الميه على اللبن. ما نكترش اللبن كتير لان بيقولك ان هو بينشف معاكي العجينه. فانا باخد مقدار كوبايه خليط من اللبن على الميه يا جماعه. كمان الخميره بيره اللي هي دي لازم برضو بنحط منها. بنشوف بقى طبعا نحط مقدار من اللبن مع الميه، ونحط قطعه من الخميره معاها السكر، وبنقلبها كويس وبنخليها على جنب علشان نختبر الخميره بتاعتنا اذا كانت شغاله ولا لا. الحشوات بقى اللي انتوا عايزينها بالملبن بالعجوه زي ما انتوا عايزين. بصراحه احنا بنحب الملبن بس ما بنحبش حشوات تانية. كمان انا جبت ريحه الكحك اللي هي السمن البلدي يا جماعه، برضو ما شاء الله بتبقى برضو حاجه جميله جدا. فهنشوف برضو بنحط ذره بتاع دوت ملح. وكمان بنحط ذره من الخميره الفوريه يا جماعه مع الخميره اللي هي دي. امال دي ايه؟ دي خميره بيره هي اسمها كده. تمام، بنحط بقى خليط معاه كمان من الخميره الفوريه. عايزين بقى نقول لكم في ايه كمان معانا ما شاء الله. ذره ملح بقى على يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اي معجنات كانوا بيعملوها كنا بنحط عليها ذره من الملح، ذره يا جماعه من الملح. فما شاء الله بقى اهوت او المقادير معانا هي. هوريكم بقى هنعمل ايه بالظبط كده لحظه بلحظه معانا، وان شاء الله كده يعجبكم ايه الطريقه. حبايب قلبي بقى اهوت. طبعا الزبده هتسيح معانا كده. انا طبعا يعني المفروض ان هي تتقدح وتنزل على الايه، على الدقيق. في ناس بتقول لك لا احنا ما بنحبوش كده. طبعا عشان مش عامله كميه كبيره هوريكم طبعا ايه ان يعني لو مش عامله كميه كبيره ومش هتقعد المفروض ان احنا ما نقدحش السمنه اهو. فانا سايباها بقى هتسيح معانا اهو، يا دوبك بس ايه ان دي تفك من بعضها كده. تمام اهو. كمان بقى خليط السمنه البلدي اللي انا قلت لكم اهو هحطه برده عليها اهو اهو يسيح كله مع بعضه. هستنى بقى السمنه تسيح واوريكم برده ايه الدنيا. حبايب قلبي بقى اهو بصوا هشوح السمسم واخد له تشويحه كده. حبايب قلبي بقى اهوت الدقيق بقى لازم ننخله. عايزه اقول لكم مرحله نخل الدقيق دي مرحله مهمه جدا جدا. مالك عايز يصور عليكم على يسلم عليكم.
ازيكم متابعين عاملين ايه؟ بتكونوا بخير. معاكم حالة تمويلات قناة تمويلات عاد عبد الحميد وجهات ونسوم. النهارده انا غسلت ايدي عشان ايه؟ اجي اعمل الكحك مع ماما، وكل سنة وانتم طيبين. هبعت لكم كحك. اهو يا جماعه لازم ندخل الدقيق. عايزه اقول لكم مرحله مهمه جدا جدا ان انت تدخلي الدقيق. اولا بتدي الدقيق يعني طراوه وبيدخل فيه هوا، تيجي بقى تلاقي المعجنات مش مكتومه. فانا بحب ان انا ادخل الدقيق ده اكتر، يعني ممكن مره او اتنين. اهو هندخل مع بعض الدقيق اهو. اهو بسم الله، نسمي الله كده ونصلي على رسول الله. حاجه تطلع معانا ما شاء الله جميله اهو. والله يا جماعه انا يعني احنا مشغولين اصلا، يعني ما عندناش وقت ان احنا بصراحه بنعمل حاجه في البيت او كده. بس الولاد اصروا بقى ان احنا ايه نفرحهم يعني وكده. يا ماما احنا عايزين، فقلت حتى لو هعمل كميه صغيره او كده. بسم الله. طبعا يا جماعه قلنا بقى دي مقادير 2 كيلو يا جماعه كحك، هنشوف مقاديرهم ايه مع بعض. بصوا نخل الدقيق اهم مرحله، ما حدش يقول يا جماعه لا احنا هنفضي وعشان احنا مستعجلين. بصوا مش هيطلع معاكم حلو، وهتطلع العجينه مكتومه يعني هتزعلوا من النتيجه. فالافضل ان احنا نمشي خطوه بخطوه مع بعض. بصي يا ملك اهو. يوم بقى العجين والحاجات دي بقى بصوا يبقى ايدينا وهدومنا زي ما انتم شايفين الدقيق كده يبهدل الدنيا، مش كده يا مالك؟ بصي يا حبيبي اهو. استنى يا ملك. طبعا بقى بتكوني مجهزه حاجتك من قبلها كده علشان ايه تشوفي في خطوات برضو تبقى ايه مسهله عليك الدنيا وكده اهو. بصوا يا جماعه دقيق ما شاء الله، بصوا الجمال اهو، تحسوا انه هايش كده. طيب انا هوريكم بقى هنعمل ايه تاني، وهرجع اوريكم اهم مع بعض علشان انا عايزه اهو يا حبايب قلبي. بقى نخلنا الدقيق زي ما انتم شايفين. طبعا على سنه النبي صلى الله عليه وسلم لازم تحط على اي معجنات ذره ملح، ذره بصوا بسيطه خالص خالص. ماشي يا جماعه. طيب عملنا ايه كمان؟ حطينا اهو اللبن على الخميره علشان نشوفها شغاله معانا ما شاء الله اهو. الخميره بيره بنحطها مع اللبن ونقلبها كويس 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 جدا اهو. نشوفها بقى تتفاعل ان شاء الله كده مع الايه، مع اللبن. الخميره تتفاعل كويس تعرفوا بقى ان هي ايه شغاله ما شاء الله، يعني هي زادت اهي الضعف اهو. بس نقلب كويس بقى. طيب هنحط ايه بقى تاني عبال ما الخميره بقى تعمل اهو. عندنا السمسم مع بعض اهو. ادينا له تشويحه بالسمنه البلدي برضو كده، حطيت عليه معلقه ونحط اهو على الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. طبعا احنا بقى يا جماعه ايه العجين يعني لازما نعجن بايدينا اهو اهو يا جماعه. ماشي. هنحط ايه كمان؟ حبه من الخميره الفوريه اللي هي الجافه، المكونات الجافه اهي مع بعض. عندنا بقى السكر البودرة بناخد منه برضو مقدار كده علشان يعني يبقى ايه ما شاء الله كده طعم الكحك كويس جدا اهو. نقلب بقى كل المكونات الجافة دي على بعضها اهو. السمسم يا جماعة مع السكر مع الملح مع كله اهو بندمج مع بعض اهو يا جماعة. بقى بنقلب كل المكونات الجافة مع بعض. السمسم مع ذرة من الملح مع ذرة من السكر البودرة، كمان حطينا الخميرة الفورية، هنحط ذرة من البيكنج باودر بتبقى برضو العجينة طرية كده وجميلة اهو. هنقلب كل المكونات دي بقى اهي مع بعض زي ما انتم شايفين كده. نعمل بقى حفرة كده اهو في النص ونسمي الله ونحط السمنة بتاعتنا تكون بصوا ايه يعني يا دوبك بس ساحت كده اهو. بصوا يا جماعة حبة حبة كده بسم الله
هو المفروض ان احنا هنبس الكحك. انا مش عارفه يعني ايه كلمه هنبس دي، بس انا يعني ايه، هما دايما بيقولوها كده. هنشرب بس الدقيق السمنه، وبعد كده اوريكم يعني ايه نبس الكحك او المرحله دي ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل كل الكميه بقى، كل الكميه. بس نشربه بس كده. قلنا بقى مقادير 2 كيلو. الناس اللي بتحبه دايب هيبقى كده حوالي كيلو وربع سمنة وشوية، يعني ممكن كده. طب اللي مش بيحبه دايب هيبقى الكيلو على 2 كيلو ال2 كيلو دقيق عليهم كيلو سمنة. طيب مرحلة البس بقى هي يا جماعة اللي بيقولوا عليها. المفروض ان انا هطلع بس الدقيق اللي تحت كده يتشرب كويس اهو اهو. ممكن برضو نعمله في العجان عادي، بس احنا بقى ايه، بنعمل على طريقة اجدادنا بقى، اللي احنا بنقعد بقى نعجن على ايدينا كده اهو. هنعجن بقى العجينة كويس ونرجع نوريكم ازاي هنعمل ايه، هنبسها مع بعض اهو يا جماعة. بقى دي المرحلة اللي بنبس فيها الايه، الكحك. بصوا يا جماعة ان هو نفتحه كده يا ابن اللذينة، انت عايز تعرفنا يعني ان ابوك معلم ماشي يا عم، برعاية ايه، سليم ابن عم سيد. احنا جايبين استجار من ابوك اهي، نعمل ايه بقى تاني؟ سليم يا سليم، انت يالا بمظبوط التصوير يالا، انت يالا شكله معفن. بقى بسنا العجينه اهو. هما بيقولوا ان احنا لازم نفتحه، اللي هو يعني المرحله دي تحطي العجينه على ايدك وتعملي كده. انا مش عارفه بقى هو ده صح ولا لا، بس انا يعني ايه زي ما بشوفهم. خلاص شربنا بقى ايه كل الكميه اهوت بالسمنه. ما شاء الله بقى الخميره اهي تفاعلت وزي الفل اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي اهو. حط بقى الخميره بيره كلها، طبعا مدوبينها مع اللبن مع شويه ميه اهو اهو. هنقلب بقى العجينه ونعجنها ونرجع نوريكم مع بعض عملنا ايه. كورنا بقى يا جماعه اهو الملبن زي ما انتم شايفين اهوت. حطينا عليه بقى المكسرات، او بمعنى اصح لو انت عايزه تحطي عليه حاجه، عايزه تسيبيه ساده زي ما انت عايزه، مفيش مشكله خالص اهوت ماشي. هنشوف بقى العجينه ما شاء الله لميناها وزي الفل اهي. هناخد بقى قطعه نكورها كده اهو، نجرب مثلا اهو، نعمل بقى كذا حاجه معاكي اهو. يعني مثلا ناخد كوره من الملبن ونحطها ونلمها كده على بعضها تاني اهو. قدامك بقى اكتر من فكره. انا دي شاريها يا جماعه، لسه هجربها معاكم اهو، هشوف برضو ايه يعني هي كويسه ولا ايه بالظبط ولا كده اهو. اللي هي بتاعت المعمول يا جماعه. بصوا ممكن تعملوا لكم برضو شكل حلو اهو، بس احنا نضغط عليها تاني اهو عشان تطلع معانا بنقشه كويسه اهو. لازم نخبط كويس. بصراحه انا مش حباها بصراحه. ممكن برضو نجرب طيب اللي هي الشكل التاني، هنشوف كده هتطلع معانا ازاي اهو. يعني ممكن الشكل ده كده مثلا اهو. نحط مثلا اي بقى حاجة عندك، مثلا واحدة سوداني اهي كده مثلا، نقوم حاطينها ايه في الصوب. هنعمل بقى كذا شكل برضو معاكم نوريكم اهو اهو يا جماعة. برضو الشكل التاني نحط الملبن كده بالطول ونقوم مقفلينها كده اهو. يعني مثلا ايه مبططة عايزين نعملها اهو زي ورقة الشجر مثلا. بصوا يا جماعة
نعدل شكلها. طب ايه اللي هيبينها بقى دلوقتي؟ النقش بتاعنا. بصوا ونعمل الناحية التانية كده اهو. بينوا النقشة يا جماعة علشان لسه بنسيبه يخمر، فالنقشة بتضيع. في كذا شكل وكذا حاجة اهو. ايه رأيكم؟ ورقة الشجر دي نحطها كده، ونقوم برضو حاطين لها ايه اهو يا جماعه. دي ورقه الشجر اهي عملناها، وتحطوا لها مثلا حاجه زي كده تبقى ايه شكل مثلا مميز. عندنا بقى اكتر من حاجه ممكن برضو اهو نكور دي كده اهو، وهنفردها عشان يبقى كله ايه مقاس واحد. حاسه ان دي صغيره شويه اهو. نفردها كده يا جماعه. العجينه ما شاء الله طلعت جميله، اللهم بارك. نحط لها بقى برضو الملبن اهو، نحشيها اهو. كور كويس، ونقوم حاطينها هنا كده. والبصامه بتاعتنا برضو اهي اهو. قدامك اكتر من حاجه. قرب كده الشكل يا ابو جنى. انت بتصور اهو. وبرضو شكل بالبصام. عندنا اكتر من شكل. هنخلص بقى كل الاشكال وهوريكم بقى هنعمل ايه مع بعض، وارجع اوريكم الشكل النهائي. كده اول صاج طلع يا جماعه، وجانا عملته اهو. لسه في كمان صاج ان شاء الله اهو. اللهم صل على النبي. شويه اشكال كحك وحاجات حلوه وجميله، ولسه الصاج التاني هيطلع ان شاء الله برضو. وان شاء الله بعد كده الاشكال التقليديه عملنا ورقه الشجر، وعملنا على شكل الهلال كده برضو. فعلى قد ما اقدر بقى كده قولوا لي رايكم ايه في التعليقات، يا رب يعجبكم ان شاء الله. المجرم عملت شويه اشكال حلوه يعني. لسه الصاج التاني هيطلع برضو بقى، وان شاء الله هنوديهم الفرن. ومن هناك برضو هصور لكم في الفرن هناك بقى التسويه بتاعت الكحك ان شاء الله. بالمناسبه بقى يا جماعه، انا رايكم بقى حبايب قلبي، خلصنا الكحك اهوت زي ما انتم شايفين. عملنا على ورقه الشجر اهو ما شاء الله خمران وزي الفل. عملنا على شكل هلال برضه اهو. ده الصاج التاني اللي طلع اهو. عملنا حبه قراقيش على شويه كحك ساده، ويا رب ان شاء الله يعجبكم. وديت حلقه الكحك بتاعتنا. ما تنسوش بقى تشتركونا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. وشكر خاص للمعلم سيد. هو طبعا احنا هنسوي ده في الفرن عنده. عامل حاجات يا جماعه السنه دي اللهم بارك اللهم بارك. عامل حاجات جميله جدا جدا جدا. لولا ان انتوا طلبتوا في القناه ان انا اعمل لكم الكحك، صدقوني انا كنت يعني عايزه اقول لكم انا باكلش غير احلى حاجه من عنده. احلى كحك بناكلوش غير من عنده. وبرضه ابو جنى هيوريكم بقى التشكيل، وبالمره تعرفوا الفرق بقى ما بين الحاجه البيتي وبرضه الحاجات اللي هي في الفرن. عامل حاجات على مستوى عالي يا جماعه. الله اكبر الله اكبر، هتعجبكم جدا. اهو اوريكم بقى التشكيل اهو. بسم الله ما شاء الله. طبعا هو صغير لكن انا مقربه لكم عليه اهو اهو. بصوا يا جماعه الجمال. يا رب يعجبكم بقى ان شاء الله كده. ولو عجبكم ما تنسوش تشتركونا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. واقول لكم كل سنه وانتم طيبين. وان شاء الله كده نقدمه لكم بقى برضو معانا اول ما يطلع من الفرن هنوريه لكم. كده يا جماعه وصلنا فرن عم سيد اهو بقى، وجبنا الكحك هنا بقى، وهنوريكم بقى بنت المجموعه التشكيله. وادي مالك لابس القرطاس بتاع الشيف اهو، والدنيا هتبقى حلوه دلوقتي. اللوسته بسلم لكم عم سيد اهو. احنا كده عند عم سيد اهو، وجايين نعرفكم ان عم سيد بقى بيعمل بقى، بيقول لك اللي بيدي عيش لخبازه. الكحك والبسكويت هنوريكم بتاع البيت عامل ازاي، ونشوف الاشكال اللي هنا بقى عامله ازاي. فالله يبارك له عم سيد، حاجته جميله، وهوريكم احلى شغل بقى هنا. ماشي بس بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الغريبه الكوكيز ماشي. الكوكيز ماشي. بصوا بقى اشكال البيتي فور زي ما انا قلت لكم بقى. حاجات هنا اللهم صل على النبي فوق الروعه، عشان تعرفوا ان بيقول لك ادي العيش لخبازه.
هنا بقى البسكوت رخر عامل ازاي تقسيمه. ماشي، اللهم صل على النبي. شويه بسكوت كيس برضو اهو. ماشي، وده اللي هو العيش ساده. وده ايه ده يا احمد؟ برازق. ماشي، هو بقول لكم يا جماعه والله ده يقول لك ادي العيش لخبازه. شويه حاجات ومشكلات للكحك برضو. وده كحك برضو اهو. ده ساده ولا ده محشي؟ ده ساده. وده كحك بالسكر اهو. شوف بقى الاشكال. محشي عجوه. بص بقى في برضو هنا محشي بالعجوه. ماشي، وادي بالملبن. شويه اشكال يا جماعه، كحك لا يعلى عليه. اللهم صل على النبي. زي ما بقول لكم والله احنا وريناكم بتاع البيت، فعشان تعرفوا ما بين بتاع البيت وبتاع المخبز. بيعتبر بتاع المخبز احلى عشان هو بيعمل راجل معاه صنايعي وشيف ومعمول كل حاجه. فانا بقول لكم والله اللي بيحب يعمل حاجه يعملها في المخبز او المحلات بتاعت الكحك. بس يا جماعه زي ما انا قلت لكم اهو شويه تشكيل بسكويت اللي هو الكيس زي ما بيقولوا، حاجات حلوه. وادي البيتي فور برضو اشكال جميله. ماشي، بص بقى هنا بقى شويه بسكوت برضو، نوعيه بسكوت تاني اسمه ده يا استاذ محمد. بسكوت اهو. ده بسكوت ايه؟ دي بسكوت مكنه. دي بسكوت مكنه. وادي بسكوت كيس زي ما انا قلت لكم اهو. دي بسكوت برتقال. ماشي، وادي البسكوت البرتقال. شويه شغل لا يعلى عليه بجد والله العظيم. انا والله ما مقتنع باللي اتعمل في البيت. شويه الكحك دول انا مقتنع بالكحك اللي هو بتاع. ماشي، وادي برضو بيتي فور، تشكيل بيتي فور. ماشي، وادي الغريبه برضو. شوف حاجه سمباتيك كده حلوه عليها شويه حلويات. ماشي، وادي البسكوت برضو اللي عليها نقشه شوكولاته وكريز، حاجات حلوه. والبسكوت اللي هو المكن. ماشي، وادي كل اشكال البيتي فور بقى طبعا بقى اللي هو بالالوان. بسكوت بيتي فور بالشوكولاته. ماشي، وادي بالشوكولاته برضو البيتي فورات كلها اهي. شويه معمول بيتي فور. وادي كمان في كحك اهو كمان بالسمنه البلدي، شغل لا يعلى عليه. يعني انا بقول لكم والله يا جماعه شويه حاجات جميله، يعني شويه كحك النقشات وبتاع. وادي البوتفور زي ما قلت لكم بالشوكولاته، شويه حاجات حلوه. وفي هنا برضو غريبه برضو بالسوداني، شويه يعني حاجه تحفه، حاجه تتاكل كده حاف، يعني مش عايزه بقى ولا شاي ولا ما شايش جنبيها. ماشي، شويه حاجات جميله اهو. ماشي، في هنا برضو شويه بسكويت برضو بالمكن، حاجه حلوه برضو يعني معمول مكن، بسكويت معمول مكن. وفي هنا بالكاكاو برضو، يعني في بسكوت بالبرتقال، بسكوت بالكاكاو زي ما انت عايز، يعني تشكيل جميل يعني حلو. ماشي، جوز هند برضو. فانا بقول لكم يا جماعه والله شغل المخابز بيبقى عندهم شيف عامل شغل جميل قوي، يعني حاجات جميله بجد، لا يا شغل لا يعلى عليه، حاجات حلوه. ماشي، في هنا بقى برضو ناس بقى اللي بتحب تعمل بقى المينين بقى، القرايش بقى بالعجوه بالملبن. ماشي، في كذا حاجه بقى زي ما بقول الناس هنا بقى. شوف انا بقول لكم الناس عارفه شغلهم ازاي، فليها كذا اسامي كتير، يعني حلزونه بالملبن والعجوه، يعني في ناس بتحب كده وبتحب الشغل ده جامد. وادي الغريبه مغلفه اهي في العلب، غريبه وبوتي فور الشوكولاته والحاجات حلوه جميله اهي كمان. ماشي، شويه شغل عالي كمان. وادي كمان شويه بوتي فور برضو على الصاجه برضو اهو، اللورفو اللي هو الصاج، حاجات جميله برضو. ماشي، حاجات حلوه جميله، حلزونه ويعني قرايش بالملبن والعجوه. ماشي اهو، شغل جامد جامد جامد. بصوا بقى زي ما انا قلت لكم هنا تشكيل كامل بقى، تشكيل كامل للكحك والبسكويت بانواعه، سمنه البلدي بالساده بالسكر بالحشو الملبن والعجوه، كل حاجه حلوه. ماشي، بصوا يا جماعه بقى هنا بدايه التجهيز بقى بتاعت الكحك بقى. طبعا شوف بقى الناس هنا بقى بتشتغل بذمه، والحاجه العجين يعني ولا ناشف ولا الكلام ده كله، وبيدوا كل مقدار، يعني حاجه جميله يعني. وبيقول لك ازاي بيقول لك كده ايه العيش لخباز، والناس دي شوف يعني دي ناس صناعيه بتعرف تعمل الكحك والبسكويت اهو، شغل جامد اهو، ناس يعني شغاله بذمه كمان اهو. بص الاستاذ احمد برضو شغال هنا بينقش برضو الكحك اهو. ماشي حاج احمد. ماشي، وهنا بقى الكحك بيترص بقى على السجان
هنا بترص على السجان بقى بداية الصناعة بتاعته بقى. هنا بيبتدي بداية الصناعة بتاعته بقى، من أول ما بيبقى عجين لحد ما بيستوي زي ما أنا قلت لكم طبعا بآخر النهائي بتاعه يعني. ماشي. أنا الناس أهو، الناس الله يبارك لهم، الناس الصناعية الجامدين. لا بجد شغل جامد. لا بجد والله يعني انا مش مقتنع بتاع البيت. الناس هنا صناعيه عارفين بيعملوا ايه، شغلهم ايه، والمقدار بتاعهم، وبيحطوا كل حاجه بمقدار. بتاع البيت ما الله اعلم، ما تعرفش اذا كان عادي زياده بتاع. هنا دي صناعيه عارفين عشان دي شغلهم، هو دي شغلهم الصناعيه. الله يبارك لهم وتسلم ايديهم والله، شويه شغل جامد. والشيف طاهر معانا اهو برضه عارف الدنيا ازاي، بينظم الدنيا هنا في العجين والتقطيع، ويعني راجل صنايعي برضه مع الحاج برضه، والناس الشيف كلها منورين. ربنا يبارك لكم يا رجاله. كلمه مع عم السيد اهو صاحب الفرنه، الشغل بتاعه بيطلع ازاي هو بقى يقول لكم اهو. يعني الحمد لله شغالين شغل يعني فرنه صافي على طول يعني. الله يبارك. الشغل بتاعنا الحمد لله على مستوى القليوبيه معروفين. هنا مخبز الفتح. بقينا بتطلب بالتليفون على طول يعني. ايوه. وهنا بقى العنوان ايه يا عم سيد؟ عنوان شارع القناطر الخيريه، ده الفرع الرئيسي بتاعنا. ايوه. في لنا فرع في شوق، ولنا فرع في اليوب، ولنا فرع في نمول، ولنا فرع في سنهره. ايوه. مخبز ايه بقى؟ مخبوزات الفتح. مخبوزات الفتح الحاج سيد الضابع. يعني على طول يعني الحمد لله كل سنه وانتم طيبين. ايوه. بص بقى ده هو التوقع بتاعتنا. الله يبارك لك والله، شغلك لا يعلى بجد عليه يا عم سيد، ويبارك لك والله. وكده يا جماعه انا قلت لكم النهارده الفيديو بتاع طريقه صناعه الكحك والبسكويت والغريبه والبيتي فور، وقلت لكم طريقه التسويه وطريقه التعجين عامل ازاي من اول ما بدا لحد الفرن ما تسويها وكل حاجه. وكده عم سيد قال لكم العنوان وكل حاجه. وان شاء الله يا جماعه كل سنه وانتم طيبين. ولو عجبكم الفيديو كده ان شاء الله تشتركوا لنا في القناه وتفعلوا الجرس، وان شاء الله هيجيب لكم كل يوم جديد من فرنة الفتح بتاع عم سيد الضبع، مخبوزات الضبع. وهوريكم برده في الكارت بتاعه دلوقتي في اخر الفيديو العنوان بتاعه بتليفونه بكل حاجه، لو حد احتاج اي حاجه يعني حاجات عرايس. من طرف ابو جانا الله يبارك. فصل. يعني كمان يا جماعه بيقول لكم لو حد جاي من طرفي يقول بس من طرف قناه يوميات عبد الحميد وجاد النسوم، ان شاء الله ليه خصم من مخبوزات الفتح. وباذن الله يعني انا اوريكم العنوان بالكارت وكل حاجه. وكل سنه وانتم طيبين. ولو عجبكم الفيديو ان شاء الله اشتركوا لنا في القناه وتفعلوا الجرس عشان نجيب لكم كل يوم جديد. ويلا نحب نقول لكم مع السلامه مع السلامه مع السلامه. وادي الفيديو يا جماعه اهو، الكارت اهو زي ما انا قلت لكم اهو، العنوان اهو. اداره المعلم سيد الضابع، التليفون بتاعه اهو لجميع انواع المخبوزات والعناوين بتاعتها كمان اهو. العناوين بارقام التليفونات. ماشي. كل حاجه باشكالها وكل حاجه زي ما انا قلت لكم. وكده هنقول لكم ختاما للفيديو النهارده، وكل سنه وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد، وكل سنه وانتم طيبين يا جماعه. السلام عليكم.